طيب سؤال يا جماعة، بس عشان انا اتغفلت. انا اتغفلت. هتقول لي ازاي؟ طيب ابو عمو اقول لك انا ازاي. جا واحد، كان الدنيا زحمة عندي من شوية، اداني 5 جنيه اللي ب5 جنيه اللي، فانا خدتها من الزحمة وحطيتها في الدرج. فهو قال لي مرة تاني برضه بعدها بشوية كان زحمة برضه في نفس الوقت، قال لي عايز 5. خد يا عم عندك يا عم. قال لي هاتوا 5 جنيه لب برضه تاني، فاداني الخمسة التانية. فنتضح ان هو اداني 5 جاي اجرد دلوقتي يعني اعد الفلوس في الدرج عشان اصحح لواحد. فببص كده، ركزوا معايا، دي نص 5، مش 5 كاملة. بصوا، ودي نص 5 دي. فاهمين؟ آه... انا مش عارف اضحك ولا ابكي ولا مش عارف اعمل ايه، اقسم بالله. يعني اشترى مرتين ب5 جنيه، ادانا يعني ده هو كويس ان ادانا ال5 جنيه عشان نلحمها. يعني هو مديني 5 جنيه عشان الحمها. خد مرتين يا اسطى. فبالله عليكم بتوع الغردقه يركزوا في المواضيع دي، عشان ما حدش بيعمل المواضيع دي غير بتوع القاهره. انا اشتغلت في القاهره والحاجات دي كانت بتحصل هناك. بتوع الغردقه وبتوع سوهاج وبتوع جنة ما بيعملوش الحاجات دي. مع احترامي لبتوع القاهره، نفر. بس فاللي هو انتوا شايفين يا جدعان، مدينا عشان نلحمهم. خد مرتين ب5 جنيه. لو ياخد ياخد لب ابيض. لو انا بتوصى بيه يعني اللي هو فاهم انت زبون الدنيا. جبنا لحمهم يا اسطى، جبنا لحمهم.